بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ازيكم؟ كويسين ولا الالحان خلاص لعبت في الدماغ جوه؟ مبسوط اني ابقى موجود معاكم. انا اسمي بولا. هندرس مع بعض تنمية مهارات مهمة سواء لحياتنا احنا الشخصية او كمان هتساعدنا كمان في خدمتنا. بس النهارده المحاضرة بتاعتنا تعتبر خفيفة وتقيلة في نفس الوقت. يعني ايه خفيفة وتقيلة في نفس الوقت؟ يعني الكلام ممكن نحس ان هو كبير ومعرفش ايه، بس ممكن يبقى سهل لما نفكر فيه مع بعضينا ونتكلم فيه مع بعض. انا مش جاي اقف هنا اتكلم واحنا نقعد نكتب ورا الواد بيتكلم وناخد نقط او معرفش ايه. ما تقلقوش، كمان المحاضرة هتبقى مسجلة وهتوصل لكم على الواتساب. بس المهم عايزين ان احنا نفكر سوا. بالمناسبة معايا بونبوني، يعني زي مدلعك اهو، جايب معايا بونبون اهو، مفيش اروق من كده. عينيا المرة الجاية حاضر. المحاضرة بتاعت النهاردة عنوانها عايزين نفكر فيه سوا. لماذا نحن هنا؟ احنا هنخدم ليه اصلا؟ نوصل كلمة ربنا. حلو الشباب، لا ما تقلقوش انتوا زي الفل. انا بسأل احنا بنخدم ليه؟ ما تقلقش. ايوه انا بسألك. ده امتحان مفاجئ ليا انا؟ طيب انا عارف انت عارف. لا ما احنا لازم نبقى عارفين. انت جيت هنا ليه؟ مرة واحدة هي اعداد خدام فتح يلا نروح يلا نروح، صح؟ لا اكيد كل واحد جه هنا جه لسبب موجود جواه. كلام جميل. فكرة الكرازة او فكرة التعليم، تمام حلو. فكرة ان انا جوايا جوع ان انا اعرف حاجة، حلو. ها شباب نفسي اسمع صوتكم. يعني تمام، عرفت ان ممكن يطلع من هنا خادمات حلوين جدا ويزيد حبيب مصر جديدة. تمام. بالنسبة لحبيب جرجس مش هنشوف حد زيه ولا ايه؟ جدع جدع، النقطة دي هنتكلم عنها. حلو. مستعدون لجواب كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. حلو قوي. كل دي إجابات حلوة. عموما أنا مش هطول عليكم، احنا هنتكلم في 6 نقط بساط، وفي نفس الوقت هيبقى في وقت في الآخر لو في حد حابب يسأل عن أي حاجة. أول نقطة، فكرة أهمية خدمة الكنيسة. هي خدمة الكنيسة احنا كل واحد فينا بيكون زي عسكري موجود في قلب خدمة كنيسته. معنى كلمة عسكري ايه؟ انك انت ما ينفعش تتراخى فيها او تعملها كده اللي هو شغل غناوة، بتديها البواقي من وقتك والبواقي من مشاعرك والبواقي من طاقتك والباقي من كل حاجة فيك. لا، بتخدمها بحب، بتخدمها بمحبة. بنخدم الكنيسة علشان كمان بتنمي جوانا شوية حاجات حلوين هنعرفهم مع بعضينا. فأول حاجة لازم نبقى عارفينها إن خدمة الكنيسة هي الكنيسة. في جملة دايما بتتقال وبسمعها، يا ابني الخدمة ما بتقفش على حد. بس لا، موسى ما كانش يقدر يتكلم بس ربنا خلاه يتكلم قدام فرعون. داود كان طفل صغير. ايه رأيك انك انت اللي هتهزم جولياط؟ عشان تتغنى كده في المزمور 151: خرجت للقاء الفلسطيني فلعني بأوسانه فنزعت عنه سيفه وقطعت رأسه ونزعت العار عن بني إسرائيل هنيله ياه. مزمور أنا الصغير في إخوتي. معنى كده إن الخدمة دايما بتبقى أنت اللي محتاجها علشان تكتشف فيها حاجات، ومن خلال الخدمة بننقل للنقطة التانية وهي خدمة ربنا والناس. لو بصينا في الكتاب المقدس هنلاقي ان السيد المسيح اخذ صورة الخادم ساعة العشاء الاخير. نلاقيه كده بيقول لك انه تمنطق وقعد وابتدى يغسل ارجل التلاميذ. خد موضع الخادم عشان يعلمهم التواضع. أول حاجة أنت محتاجها كخادم في حياتك فكرة التواضع. أوقات كتير
وخدام كتير، وممكن اكون انا ذات نفسي وقعت فيها في وقت من الاوقات، فكرة الأنا ما بتنفعش في الخدمة. الأنا مش فكر المسيح، الأنا مش فكر الكتاب المقدس. ازاي هتقدر تخدم اخوك لو انت شايف انك اعلى من اخوك؟ في بستان الرهبان في قصة حلوة. بتحبوا القصص؟ تيجوا نحكي قصة؟ تعالوا نحكي قصة. في كتاب بستان الرهبان، فمرة كان في أخين نزلوا العالم عشان يبيعوا حاجات ويجيبوا بالفلوس اللي هيبيعوا بيها المنتجات بتاعتهم، يجيبوا بيها أكل الدير. ففي راهب من الرهبان سقط في خطية وحشة وهو في العالم، وراح قال لأخوه: الحقني، أنا وقعت في حاجة فلانية، أنا ما ينفعش أرجع الدير دلوقتي وخلاص كده، أنا لازم أقعد هنا في العالم. الراهب التاني اللي ما غلطش قال له قال له: أنا كمان وقعت، تعال نرجع الدير، تعال نحاول إن احنا نصلح من نفسنا، إن يمكن ربنا يشيل عننا. وراح اعترف هو كمان برضه الرئيس الدير إن هو وقع في نفس الخطية وعمل 1 2 3، رغم إن هو ما عملش أي حاجة، بس بسبب إن هو حط نفسه مكان أخوه كان سبب إن أخوه ما يرجعش فيضيع أكتر والشيطان يدخل له أكتر. هي دي الفكرة اللي بتقوم أي خادم إنه يكون ناجح، أو الخادم اللي حسب قلب الله، زي ما سفر أعمال الرسل كان بيقول عن داود إنه رجل حسب قلب الله. إنك تكون متواضع، إنك تعرف إزاي تقعد عند رجلين أخوك اللي أنت شايفه عشان تخدم إلهك اللي أنت مش شايفه. المسيح ادانا درس مهم أوي في التواضع لما قعد وغسل أرجل التلاميذ عشان يعلمنا إزاي نبقى خدام صح، ونعرف نخدم اللي حوالينا من خلال تعليم المسيح. النقطة الثالثة اللي هتكلم فيها معاكم: بناء مجتمع كنسي قوي. احنا بنخدم علشان نكون مجتمع كنسي فيه دعم، فيه خدمة، فيه حب، فيه إحساس بالآخر، فيه مشاركة حقيقية بيننا وبين بعضينا. يعني نلاقي كده في الكتاب المقدس، وهتلاقي الآية دي برضو مكتوبة في المحاضرة في إنجيل يوحنا الإصحاح 17 الآية 21. نلاقي بيقول ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب فيا وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا، ليؤمن العالم أنك أرسلتني. لازم مجتمعنا كله يكون مترابط، مجتمعنا الكنسي على حسب كلام السيد المسيح في إنجيل يوحنا اللي احنا لسه قاريينه. مش هتقدر انك تكون في مجال الخدمة لو انت مش قادر تخدم غيرك، لو مش قادر تستفيد من خبرة غيرك. يعني مثلا لو دورنا في حياة كل خادم بيخدم من قلبه وطالع خادم حلو قوي، هنلاقي دايما ان هو كان بيتعلم من نماذج حلوة كانت بتخدمه وهو صغير. وفي حياة كل واحد فينا بالمناسبة خادم حلو قوي متأثرين بيه. خادم كنت بشوف فيه صورة ربنا، خادمة قربتني في وقت من الأوقات بدل ما أنا كنت بعيد عن ربنا قربت منه. كان في خادم أخ كبير ليا نصحني في الوقت الصح. خادمة ساعدتني بدل ما أنا بيبقى دايما شكل لبسي لا يليق بالكنيسة ولا يليق ببنت ربنا ولا يليق خلتني أتغير، خلتني أقول ستوب. هي عملت كده إزاي؟ من خلال إنها ساعدتني، من خلال إنها علمتني من غير ما تجرحني. الخادم اللي خلاني أبعد عن سكة الخطية وعن سكة أصحاب السوق وكل الحاجات دي، هو إزاي قدر يعمل كده لوحده؟ لا، من خلال تعليم ربنا اللي شبع بيها فقدر يشبع غيره. نفس النظام، الخادم
اللي بيعرف ازاي يكون زي ما انجيل معلمنا متى الاصحاح 5 اللي بنقرا منه الموعظه على الجبل، نلاقي كده يقول فليضيء نوركم هكذا. حلو لايه؟ بعدين هيعملوا ايه؟ احنا حلو قوي ان احنا نبقى حافظين، لكن السؤال الصح بتطبقه؟ تمام، هو الكتاب المقدس بيقول خبأت كلامك في قلبي، بس حلو انك تخبيه، بس في نفس الوقت تشتغل بيه في حياتك، انك تعرف ازاي تستخدمه. لان الخادم هو مش خادم بس داخل اداره الكنيسه او داخل الحيطان بتاعت الكنيسه. الخادم هو خادم في اي مكان بيكون موجود فيه. انتي بكره هتبقي خادمه ومسؤوله عن بيت، مسؤوله عن ان ولادك يطلعوا في حضن المسيح. انت هتبقى مسؤول عن زوجتك وعن اولادك، زي ما انت ممكن تبقى مسؤول عن فصل في مدارس الاحد. بس السؤال، هل انت بقى مستعد لحاجه زي دي اصلا؟ كام واحد هنا شايف نفسه ان هو ينفع يبقى خادم جامد جدا؟ مفيش، صح؟ طب خادم نص نص، طب خادم على ما تفرج، ما مفيش اقل من كده. طيب ايه رايك ان حتى لو انت شايف انك انت قليل، فاحنا من خلال الخدمه ومن خلال ان احنا نتشارك مع بعضينا بنقدر نخرج كل حاجه حلوه فينا. هو لو جينا بصينا على بطرس الرسول ابسط حاجه ممكن نقولها، يا عم ده في ليله واحده انكر المسيح 3 مرات، صح؟ حلو قوي. لكن يوم حلول الروح القدس عمل ايه؟ 3000 نفس دخلوا في الايمان، 3000 انسان في يوم واحد دخل وبقوا مسيحيين. ليه؟ اولا عشان نعمه ربنا اللي سندته، تاني حاجه عشان عارف يتعامل مع ضعفه، ودي النقطه اللي هنتكلم فيها بعد كده، وهي فكره التلمذه والنمو الروحي. انك لما تخش في عشره حقيقيه مع ربنا دي محتاج انك تخش لها من خلال خدمتك ومن خلال حياتك انت الشخصيه. يعني هنا الصراحه بشكر استاذ ايهاب جدا على فكره انه قال كله يجي بالاجديه بتاعته والكتاب المقدس بتاعه. انا عارف ان الحوار ده ممكن يبقى بالنسبه لشويه من يا عم الحاجه على الموبايل يا عم، صح؟ بس الحقيقه لا، احنا مجرد بنمسك الموبايل ابعت بس المسج دي وارجع تاني على البرنامج بتاع ارثوذكسي اسلم وعد. ايه ده؟ صاحبتي بعتت مسج، طب وللمجد الله دايما ابدا امين. هي كنت بتقولي ايه بقى؟ يلا نرجع للنم تاني. اللي عملناه ضيعناه، ودي احنا بنشوفها في اغلب الكنايس بالمناسبه. ففكره التلمذه انت مش هتقدر تدخل لها غير من خلال الخدمه، ولما تدخل فيها وتبقى ليك حلوه شخصيه مع ربنا كل يوم بالليل. ممكن اسال سؤال وتجاوبوا بصراحه؟ كم واحد بيصلي بالليل؟ لا، صلاه مش اللي هي ابانا الذي المسجل لضميري قبل النوم، حبيت الكبسوله اللي حبيت البروفين اللي باخدها عشان انام ضميري وانام. طب كويس، معدل جميل جدا. انت علشان تخدم وتبقى كويس جدا في حياتك مع ربنا، انت ازاي هتكلم الناس عن ربنا وانت مالكش عشره معاه؟ ازاي هتشبع الناس بربنا وانت شخصيا مش شبعان؟ ازاي هتقدر تقف وتكلموا عن قد ايه بابا يسوع حلو قوي وانت شخصيا بتيجي عليك اوقات يا رب انت سايبني، يا رب انا هنا لوحدي، رغم انك انت لو ليك عشره حقيقيه وبتاخد غذائك الروحي بطريقه صح، تفتح كده لما بدل ما تقول له يا رب انت فين، هتسمع صوته في الكتاب بيقول لك لست تدرك ما انا اصنعه الان لكنك ستفهم فيها بعد. هتلاقي انك انت لما بتقول يا رب انا مش قادر، غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله.
يا رب الابواب مقفوله قدامي. هو الذي يفتح ولا احد يغلق. لكن ازاي هتعرف تصدق الحاجات دي وانت مش شبعان، وانت مش داخل في تلمذة حقيقية؟ المسيح كان قال لهم اللي عايز فعلا يبقى تلميذي ينكر نفسه ويشيل صليبه ويجي ورايا. هل انت عندك الاستعداد تشيل صليبك؟ ده اقل دور برد لما بيجي لنا يا لهوي احنا خلاص بنموت. لسه كنت قاعد مع اب كاهن جاي زياره من المانيا، كان بيحكي لي عن بنوته حلوه قوي عندهم في المانيا، عندها 17 سنه. للاسف المرض الوحش اتملك من جسمها كله. يقول لي تخيل يا دكتور انا ابونا اهو ببقى قاعد معاها بتعزى منها هي، وكل مجموعي تغلبني وعيط قدامها الاقيها هي اللي بترنمني: ان عشنا فللرب نعيش وان متنا للرب نموت، ان عشنا او متنا فلرب نحن. واسالها انت مش زعلانه مش متضايقه؟ لا، قابله صليبها بمحبه. دي تعتبر خدمتها اللي قادره تشيلها، وقادره من خلالها انها تتلمذ وتعيش عيشه حلوه مع ربنا، تدخل معاه للعمق، تشبع منه وتدوق حلاوته الحقيقيه اللي مفيش حاجه في الدنيا ابدا ممكن تضاهيها. نلاقي كمان ان الخدمه بتفرق في حياتنا احنا الشخصيه. كل ما بتيجي تخدم تلاقي مثلا نظرتك للحياه اختلفت، عرفت انك انت ممكن عادي تبقى ضعيف وان حد يكمل معاك ضعفك، انك تعرف ازاي تحس بغيرك، انك كمان تلاقي ان الخدمه بتغير كتير حواليك. يعني مثلا واحد من الشباب اللي اتعمل عنهم افلام عندنا في الكنايس اسمه مجدي يسا، واتقال عليه اللص اليمين في العهد الجديد، يعني في الوقت الحالي بتاعنا. مجدي يسا ده كان شاب وهو في سننا كده 18 ولا 19 سنه، اتلم على مجموعه صحاب حلوين، ابتدى يسرق، ابتدى يتجه للمخدرات، ابتدى يتجه لخطايا كتير جدا. وكان اب اعترافه ابونا ميخائيل ابراهيم. ابونا ميخائيل ابراهيم برضو كان معمول عنه فيلم، ممكن تبقوا عارفين شكله او قصته. ابونا ميخائيل ابراهيم ما كانش مصدق ان مجدي طلع منه كل الحوارات دي وانه دخل في كل السكك دي. بس حتى لما اتحكم عليه بالاعدام دخل في حياه وعيشه حقيقيه مع ربنا، لدرجه ان ساعه اعدامه كانت الجرايد مصوراه وهو مبتسم وفرحان، رغم ان اي حد هيتنفذ فيه حكم الاعدام هيبقى عامل ازاي؟ ميت في نفسه، بيقدم رجله وبيأخر رجل. هو رايح بفخر. ليه؟ أصل أنا تبت ربنا وأنا تبت، فأكيد هو مستنيني دلوقتي، أنا رايح له. فكرة إنك أنت تتواضع وتعرف إزاي تستغل كل حاجة في حياتك كخدمة، أو تستغل كل حاجة بتحصل لك عشان تقربك من ربنا. إزاي إنك تستغل كل حاجة في حياتك بدل ما أنت بس بتقرب لربنا وقت الامتحانات. أنا أيام الكلية كنت بعرف إن جدول الامتحانات نزل، مجرد ما أفتح ستوري الواتساب ألاقي أصحابي كلهم منزلين ترانيم، بس كده خلاص عرفت إن الجدول نزل. كده الجدول نزل، أخش بقى عشان أجيب الجدول. بس الامتحانات خلصت، يلا نرجع حفلتنا عادي جدا، نرجع اغانينا، نرجع حياتنا الطبيعيه، نرجع كل حاجه.
وكأن ربنا في حياتنا وجبة تيك اواي. معلش يا رب بص، اصل يعني انا داخل بس على الامتحانات، وانت عارف انا طول السنه كنت بلعب، فمعلش اقف معايا وصدقني من الترم الجاي هذاكر وهبقى ومش هاجل عني اي حاجه. يجي الترم الجديد، يا عم احنا فين لسه؟ الامتحانات فين؟ ايه ده الامتحانات الاسبوع الجاي؟ انزل لي يا ابني بترميمه، الحقني انا عايز الحق اروح احط اسمي على المسبح. ليه؟ ربنا اللي معاك في وقت الازمه هو اللي معاك في الوقت الحلو، واللي عدى بيك في الاوقات الصعبه هو برضه اللي بيمشي معاك الاوقات الحلوه. كل ما بتخدم اكتر وبتنزل في الخدمه اكتر، كل ما بتشوف قد ايه فعلا الصلاه والخدمه بتغير. تلاقي واحد زي مجدي يسع يتحول من مجرم ومن لواحد بيتقال عليه لسه اليمين الجديد. نلاقي واحدة كانت قديسة وعايشة بينا في التسعينات ومعمول لها فيلم اسمها أم الغلابة. مين سمع عنها؟ أم الغلابة أم عبد السيد. لو بصينا كده هي كانت بتخدم في حين جوزها كان عامل معاها ايه؟ تركها بمعناها ان هو سابها وعاش مع واحدة تانية اصلا. عايشة في ظروف وحشة جدا، لكن وصلت لمرحلة انها بقت بتقول للمطرة بطلي، بتبطل. اللي اتكتبت بس في الكتاب المقدس عن ايليا. ازاي؟ لانها باختصار من خلال خدمتها ومن خلال انها دخلت في الخدمة بكل قلبها بقت بتقدر تشوف الفرق اللي الخدمة بتعمله. شافت ازاي ان الخدمة كمان ثمرتها ما راحتش على الفاضي، وجوزها في الاخر اللي كان رجع وتاب وهي اللي شالته. يبقى اذا الخدمة بتخليك تشوف الفرق قدامك، تعرف قد ايه الصلاة بتغير واقع، بتعرف قد ايه ان انت كخادم تقدر فعلا تعمل فرق في حياة طفل لسه بيطلع، في حياة شاب في سنك بس انت واخد خطوة عنه. وبالمناسبة ده مش معناه انك احسن منه، لانك انت برضو ممكن تكون تحت الضعف. يعني في مرة كان في 2 شباب، واحد قريب من ربنا شوية والتاني من اللي هو النوع ايه اللي بيقدم رجل ويأخر رجل ده. فالاتنين هم طالعين على السلم، الشخص اللي هو المفروض قريب من ربنا خبط في التاني لف مش تفتح وراح ضربه. التاني حرفيا، يعني علشان بس تتوقعوا الاحجام كانت عامله ازاي، اللي لف وضرب ده حاجه صغننه خالص، والتاني اللي ضربه يعني حرفيا واحد وجنبيه 0، او داود وجولياط. يعني اللي ضرب هو اللي ايه الصغنن، التاني بعد ما كان هيضربه وعمل ايده كده قال لي تصدق حسيت ساعتها ان مره واحده ايدي تتفتح وبحضنه وبقول له حقك عليا وبص. ليه؟ لان باختصار كل ما هتنغمس في الخدمه كل ما هتبطل تفكر في نفسك، كل ما هتفكر ازاي تكسب اللي قدامك. هو المسيح جه علشان يدعو الابرار؟ المسيح جه عشان الناس اللي مستعدين يدخلوا الملكوت؟ لا، هو جه عشان الخروف اللي تايه، عشان الواحد اللي السما هتفرح بيه اكتر من 99. كل ما بتنغمس في الخدمة اكتر كل ما بتبعد عن التفكير في نفسك وتفكر في اخوك، تفكري في اختك. اولا ما بنتحول اننا نفضل دايما ندين في بعضينا. يعني كم مرة مثلا
ودي بالمناسبه شفتها في كنايس كتير مش هنا بس، نبقى مثلا لسه مخلصين القداس، لسه ربنا بيقول يلا الله الاب نعمة الابن الوحيد شارك فلتكن مع جميع. تعالي بقى احكي لك عن مرات ابني او عن سلفتي او ما اعرفش مين، انتوا لسه كنت بين ايد ربنا، ده ابونا لسه اي يلا فلتكن مع جميع قبل حرف الميم اللي في جميعكم في الاخر. بنبقى بادئين النميمه وبادئين الحوارات. فانت كل ما بتنغمس في الخدمه اكتر، كل ما بتخرج عن نفسك وتحاول تسند اخوك اكتر واكتر. اخر نقطه، تعزيز الايمان الشخصي. يعني ايه؟ باختصار كل ما بتخدم كل ما هيبقى ليك علاقه بربنا، وكل ما هيبقى ليك علاقه مع ربنا كل ما هتخدم اخوك اكتر واكتر، وكل ما هتحبه اكتر واكتر.